بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وفي احسن حال. النهارده هعمل معاكم السينابون بطريقه جميله قوي ويكون هش. ممكن دي تكون اول مره تشوفوا الطريقه دي على اليوتيوب. بس هي طريقه جميله وحلوه وسهله وان شاء الله باذن الله تعجبكم. تمام، صلوا على النبي ويلا نخش على الفيديو. اللهم صل على النبي. معانا كيس خميره، كيس بيكنج باودر او كيس كشك، معلقتين سكر، معلقه لبن بودره، ربع معلقه ملح. هقلب كل ده مع كيلو واحد دقيق تقليبه كويسة، وهنزل عليهم بتلاتة عدد بيض وواحدة فانيليا سايلة، نقطتين تلاتة كده، و او كيسين تلاتة سايلة اللي هو الظرف يعني. معانا دي كوباية، تمام، حاطط فيها انا الكوباية ايه معلقة خل، تمام، وهعجن بمية. العجين ملكوش دعوة العجين خد معايا مية قد ايه، احنا عايزين عجينة طرية بتلزق في الايد. تمام، صلوا على النبي واذكروا الله ووحدوا الله. ماشي، معلش اعذروني انا بصور بايد وبشتغل بايدي التانية، ففي حاجات كتير اوي هتلاقوها ناقصة معاكم، بس انا هشرحها لكم ان شاء الله. تمام، هبدأ ان انا اعجن. الاول كده بس بنظبط العجين زي ما انتم شايفين، وبعد كده هبدأ بقى ان انا اعجن، لان احنا بيحتاج عجن شوية، بيحتاج صحة. تمام، كده احنا لما العجين احنا عايزين عجينة بتلزق كده. نجاح السينابون ان العجينة بتاعته تكون بتلزق، دي اهم حاجة فيه. معانا هنا معلقتين زبدة يكونوا بدرجة حرارة الغرفة، معلقتين زبدة كبار، ما يعادل 20 جرام يعني. تمام، هبدأ ان انا احط عليها ال20 جرام زبدة، وهبدأ ان انا اقلب. من ساعة ما احط الزبدة هبدأ اقلب كويس جدا لحد ما العجينة تبقى طرية وناعمة وتكون بتلزق في الايد، بس لو غسلنا ايدينا مش هتكون بتلزق اوي. تمام، زي ما انتم شايفينها كده. صلوا على النبي واذكروا الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا يوم الدين. كده العجينة بقت تمام، هنلم الدنيا وهنسيب العجينة تخمر. تمام، معانا ايه؟ واحد كوباية سكر، ده عشان الخلطة اللي هنحطها جوه السينما. كوباية سكر عادي. آه كوباية سكر. تمام، ربع كوباية قرفة. حلو الكلام. كوباية الا ربع زبدة. انا بالنسبة لي الكمية دي كانت مناسبة جدا على قد السينما العجينة بتاعتي. عايزين تزودوا زودوا، عايزين تقللوا قليل، بس دي كانت كمية متوسطة وجميلة كويسة يعني. اللهم صل على النبي. الزبدة معانا بتكون ساقعة شوية يعني، المطرة بيقضي عليها بس ما تنفع عليها. هنفضل نضربهم لحد ما يبقوا خليط كريمي كده او قوام كريمي كده، عامل زي الكريم شانتيه. تمام، ما شاء الله كده العجينة بتاعتنا خمرت كويس جدا، ما شاء الله اللهم بارك. لازم العجينة بتاعنا تكون طرية. تمام، معلش يعني زي ما قلت لكم ان انا قسمت، مش عارف اصور عشان ايد بصور وايد شغال، فالسمك بيكون هو ده. انا قسمت العجينة على اتنين، عايزين تقسموها على حسب بقى تعرفوا تلفوها ازاي. تمام، قسمت العجينة على اتنين، وادي اللي هو القرفة والسكر والزبدة لما ضربناهم وحطينا عليه معلقة لبن بودرة عشان بس ايه يعللنا ويخلي الطعم بتاعها يبقى جميل. تمام، هبدأ ان انا احط جزء من الزبدة والسكر اللي احنا عملناه ده، نحط عليه نحطه كده في نص العجين، ونبدأ ان احنا نقلب بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. لازم نبدأ ان احنا نفرد بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده، لازم نفردها كويس جدا في كل العجين. اللهم صل على النبي، الله اكبر. زي ما انتوا شايفين كده، دي اهم خطوة معانا عشان هتخلي لنا السينابل بتاعنا مورق، وطعم القرفة فيه مع الزبدة مع السكر لما بنمكسهم مع بعض ونضربهم كويس جدا بيدونا نتيجة حلوة اوي. الله اكبر يعني. تمام، هبدأ ان انا الف بالطريقة اللي تريحكم، مش اقول لكم من يمين ومن شمال، بالطريقة اللي بتريحكم. فانا شفت ناس بتقول اعملوا من اول الحرف، الطريقة اللي تعجبكم اعملوا بيها اللي انتوا عايزينه، ده حاجة انتوا هتعملوها لنفسكم، فاعملوا اللي يريحكم انتوا. تمام، صلوا على النبي واذكروا الله، دي اهم حاجة، دي بقى راحتنا كلنا مش راحة حد لوحده. هبدأ ان انا الف بالطريقة اللي انا عارف الف بيها. انا اصلا مش عارف الف ومش عارف اعمل حاجة عشان مش عارف اصور. وانا بصراحة ايه بحب اصور لكم، بحب اوريكم يعني ايه، بحب اشارككم حتى لو كده يعني حاجة بسيطة يعني، بس بحب ان انا اشارك. صلوا على النبي. كده احنا لفينا. تمام، هبدأ ان انا اقطعها على حسب القطعة اللي انا عايزها، وابدأ ان انا احطها في الفرن، احطها في صينية عشان تخمر. هي بتخمر مرتين، مرة وهي في الطبق عجينة كاملة، ومرة في الطبق. طيب هنا ده ايه؟ في اي حاجة غويطة معانا
فاي حاجه غويطه معانا كوبايه سكر بودره، كوبايه لبن بودره، كوبايه زبده طريه، ست قطع جبنه تشيز، جبنه كريمي، بس سوري معلش، جبنه كيري. انا بصراحه ما جبتش كيري، انا جبت نوع اسمه باندا ب35 جنيه وزي الفل، قسما بالله قلب اسطنبولي بس تحفه، الله اكبر يعني. سينابل بالاسطنبولي. وهنا كده يعني ده اللي لحقت عرفت اصوره لكم. بصوا العجينه عامله ازاي، احنا بنطلعها من درجه حراره سخنه، فرن متوسط ما بياخدش وقت كتير. بنطلعها بنغطيها دقيقتين تلاتة وخلاص، بنحط عليها الصوص ده واي صوص تاني احنا نحبه. تمام، زي ما انتم شايفين شكلها جميل ما شاء الله، وطريه وهشه فوق الممتاز.